لا. الفيديو ده مهم جدا 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 جدا، ويا ريت تدوس لايك وتشيره عشان ناس كتيره ما تبقاش عارفه. بص يا باشا، صندر عنده مشكله كبيره جدا، وهي ايه؟ وهي فكره المضاربه والبيع والشراء السريع مش موجوده. تعال نوريك. مجموعه طلعت مصطفى، طبعا انا شاري امبارح في مجموعه طلعت مصطفى، والحقيقه انا مش عارف هو السهم بينزل ليه اصلا، بس ده ممكن نعمل له فيديو لوحده. طيب انا دلوقتي شاري امبارح امس، والنهارده قررت ان انا عايز ابيع. هدوس بيع، هدوس مثلا بيع قيمه نقديه بسعر السوق. عايز ابيع دلوقتي. اقرا كده مكتوب فوق ايه؟ 98 وحده قد تمت تسويتها بالكامل من 449 او 249. طب اقصى قيمه، اقصى قيمه اللي انا هبيع 98 وحده بس. طب انا شاري امبارح والنهارده ما خلصوش، يعني انت معاك كده يومين. اه معاك يومين. طب ايه المشكله في الحوار ده؟ افهمك بقى المشكله ليه عشان تفهم بشكل قوي وتركز وانت داخل تطبيق صندر تعمل ايه. المشكله يا باشا هي فكره ان حضرتك معكش القدره على البيع والشراء بشكل سريع. ما عندكش القدره على البيع والشراء بشكل سريع. وانا جبت لك الدليل العملي اهو، وهو هشام طلعت مصطفى السهم اللي انا شاري فيه. السهم اللي انا شاري فيه ده عشان حضرتك تقدر تبيع بتقعد تقريبا يومين. تمام. طيب، طب دي مشكله كبيره جدا جدا جدا. ليه بقى؟ وانا احكي لكم قصه بسيطه. فرضا ان هشام طلعت مصطفى زي ما انت حضرتك شايف دلوقتي، تعال بس نرجع كده، ان مثلا ده بدا ينزل زياده عن اللزوم، وانا شايف ان هو بدا ينزل زياده عن اللزوم وانا هخسر. فانا عايز اطلع من السهم، ما تعرفش تطلع، ما تعرفش تطلع. طيب احكي لك موقف معايا حصل في سهم مثلا كنت كسبان فيه في يوم. اول ما دخلت كسبت فيه مش عارف 8%، تاني يوم كسبت 10%، بقيت كسبان 18%. قررت ان انا ابيعه في اليوم التاني، مش شراء، ما عرفتش ابيع. السهم بدأ من اقل من مكسب 18 ل 2%. فهنا صندر مش بتاع مضاربة سريعة. حضرتك ما عندكش القدرة والادوات انك تعرف تعمل مضاربة سريعة. تمام. فاي حد داخل على صندر يا جماعه مش بتاع مضاربه سريعه، مش هتعرف. الاسهم اللي بتزيد مره واحده وبتقل مره واحده هتخسر فلوسك فيها، لانك حتى اما تبقى عايز تبيع والسهم عالي مش هتعرف تبيع غير اما المده تنقضي. حاجه تانية مهمه، ركز بقى معايا في دي. قررت ان انا ابيع بسعر السوق. تمام، استمرار. شوف مطلع لك ايه، ارجع كده، رسوم متوقعه 11 و49 قرش تقريبا. في دايما رسوم بتتحط على البيع او الشراء الاثنين. على البيع بيتحط فلوس وعلى الشراء بتتحط فلوس. فعشان كده يا جدعان اي حد داخل صندر ما تخشش يا باشا عشان تعمل مضاربات سريعه، لانك مش هتعرف، ما عندكش الادوات دي. انت حتى لو عايز تبيع والسهم عالي جدا وانت لسه شاريه مش هتعرف. تمام. تمام. فرجاء الاستراتيجيه بتاع الصندر هي متوسطة المدى او طويلة المدى. المضاربة السريعة ما عندكش الادوات اللي تعرف تعملها بيها. تمام. طيب انت هتستمر؟ ان شاء الله هستمر، لكني هشتغل على مش مضاربات سريعة. الاسهم اللي بتزيد وبتقل بشكل سريع مش هشتغل عليها اصلا، لان انت لو اشتغلت عليها حتى لو انت عايز تبيع في نقطة عالية مش هتعرف. ولو شايف السهم بيقل بطريقه عاليه وانت عايز تبيع برضه عشان تلحق المكسب بتاعك برضه مش هتعرف. لازم تستنى يومين عقبال ما تتم عمليه الشراء بتاعتك. فالموضوع صعب وممكن يسبب لك خسائر كبيره جدا. الاستراتيجيه دور على اسهم المتوقع انها تزيد في المدى المتوسط والمدى البعيد وحط فيها فلوسك وانساها بس.